من اكتر الموظفين المخلصين للشركة بيتعرض للقتل والخيانة في وسط صراع العيلة كلها بعد اقتراب موت رئيس الشركة. فمين هيسيطر على الشركات دي كلها؟ ومع كل الاحداث دي بقى فالموظف بيتقتل، ولكن بيتولد من جديد في جسم شخص تاني، تحديدا طفل العائلة من العائلات المالكة للشركة في زمن تاني. وبعد ما خلاص بيقتنع ان هو بيتولد من جديد بيبدأ رحلته عشان يعرف مين السبب ورا قتله. ومش بس كده، في حاجات تانية كتير هقولها لك في المسلسل، هل يستاهل تشوفه ولا لا؟ فسواء شفته او ما شفتوش انت لازم تتفرج على الفيديو للاخر. فقبل بقى ما نخش في الكلام المهم، لو دي اول مره تشوفني اتمنى ان انت تنزل تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه، ولو حابب فممكن تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. يعني ممكن نوصل الفيديو ده 1000 لايك، يبقى حاجه جميله جدا. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. مسلسل ريبورن ريتش واحد من المسلسلات الحصريه اللي نزلت السنه دي على منصه فيو، ودي تقريبا هي اول مره اتابع عمل سواء فيلم او مسلسل على المنصه دي. وهسيب لك لينك المنصه في الديسكريبشن، وتقريبا انت تقدر تتفرج على اول حلقه ببلاش بقى وبعدين تحكم بنفسك. نخش على المسلسل بقى. ممكن تستغربوا ولكن انا افضل الحلقات اللي عندي في المسلسل تقريبا هي اول حلقات. يعني المسلسل في الاول بيديك مشهد كده من الاخر وبيرجع بقى يحكي لك، يقول لك ايه اللي حصل قبل المشهد ده. عامه انا مش هعتبره حرق قوي، ولكن الفيديو كله هيكون فيه كلام من احداث الحلقه الاولى، وعشان انت حبيبي برضو فمش هحرق لك اللي حصل في اخر الحلقه، عامل معاك الواجب اهو. المسلسل ده عامل قلق في كوريا حاليا، يعني بيتعرض، وهو من اكتر المسلسلات القصيره المشاهده في كوريا السنه دي. المسلسل تصنيفه الاساسي هو خيالي، لانه في واحد بيموت وبيرجع في جسم شخص تاني، فمفيش خيال اكتر من كده. والمسلسل ده سبب نجاحه ان هو مركز شويه على العاطفه. عارف انت شعور اما تشوف حد من طبقه اقل بيوصل للطبقه الراقيه زي ما بيقولوا؟ الشعور ده عشان يوصل لك في اي فيلم او مسلسل تشوفه بيبقى محتاج ممثلين يعني بجوده عاليه، وده هتشوفه في مسلسل ريبورن ريتش، خصوصا اداء رئيس الشركه جين يانج. فتعالى بقى اكلمك على تفاصيل القصه كده عشان تعرف انت هتتفرج عليه، ولو شفته فانت كده كده برضو ايه هتجمع معايا انا قصدي على ايه. المسلسل بيبدا من مشهد لبطل المسلسل اللي معانا، واللي معلش كده بقى انا ممكن اتلخبط في الاسماء، لان تاني اصعب حاجه عندي في الحياه بعد الحسابات الفيزيائيه والارقام فهم اسماء الممثلين الكوريين والشخصيات. فرفقا بيه بنشوف الموظف اللي ما نعرفوش لسه بيودع 600 مليون دولار في حسابه في البنك، والغريب انه عمره صغير في العشرينات. فهل هو كسب المبلغ ده هل بشغل واجتهاد ولا بالحظ ولا بالسرقه؟ بيخرج من باب البنك، ومن هنا مع الموسيقى اللي بتشتغل في بعض المشاهد، ويعني سلو موشن بقى، هو مشهد كليشيه شويه بس بيديك كده رشه ادرينالين تخليك تتحمس وتبقى عايز تعرف اكتر عن اللي هيحصل، يعني بتخش في الجو على طول. بس لازم افكرك ان الحلقه الاولى مدتها ساعه وتلت. ايوه هي طويله الصراحه شويه، ولكن انا ما حسيتش بالوقت ده. انا توقعت ان انا ممكن اعاني شويه لان انا مش متعود اتفرج على حلقه مدتها اكتر من ساعه، بس ما حسيتش بالوقت يعني، وكنت مستمتع. ولو انت كده بتتفرج على مسلسلات كوريه كتير فانت مش هيبقى عندك اي مشكله. بنبدا نتعرف على الشخصيات اللي معانا، هم كتير يعني انت بقى لازم تركز عشان تعرف ده مين وده ابن مين وكل الكلام ده، وفي الاخر ممكن ما تعرفش تحفظهم اصلا. رئيس الشركه جين يونج كي متهم بالاختلاس والتلاعب وعمل حساب وهمي، يعني كده مكون ثروه بطريقه غير قانونيه، بيتحكم عليه حكم خفيف مقارنه باللي هو عمله. وبنشوف بقى الشرطيه اللي في اي مسلسل بتبقى مشخصنه الموضوع كده مع الراجل التاني وتبقى عايزه تقبض عليه، وفي الاخر دايما بياخدوا على قفاهم. يعني الرئيس الاول لشركات سانيانج في احتفال للذكرى بتاعته، والحفله دي كده هي بدايه الاحداث الفعليه للقصه والصراع اللي هيحصل، لان الحفل ده هيتم فيه الاعلان عن حاجات كتير، واللي هيكون بيلقي الخطاب ده هو نائب رئيس الشركه، واحتمال كبير ان هو يكون الرئيس القادم. وهنا بقى بنتعرف على الشخص اللي شفناه بيودع 600 مليون دولار في اول الحلقه. هو موظف في العشرينات من عمره، ولكنه مخلص جدا للشركه، بيعتمدوا عليه في اي عمل سواء بقى كان يمين شمال اي حاجه فهو بيعملها، وبيشتغل بقى اوفر تايم وحاجه ايه يعني مفيش منها غير في مصر الصراحه. اعضاء العائله بقى هنا اللي معانا انت مش هتقدر تحفظهم باسمائهم، لان كل واحد ليه اسم رمزي زي الفا 1 الفا 2 وهكذا، كل دي اسماء بقى. ودي كانت اكتر حاجه انا مبسوط بيها الصراحه يا جدعان، انا صعب احفظ الاسماء الكوريه دي، لا ولازم اعمل عنهم فيديو كمان، فمعاناه يعني. فلو تعمل لايك للفيديو هكون شاكر جدا ليك. المهم بقى بنشوف نائب رئيس الشركه وزوجته، دول اول شخصيتين معانا في الحفله. بنشوف الراجل المنتظر منه يكون الرئيس القادم في المستقبل لشركات سانيانج، ولكن بيطلب من ابوه ان هو يتخلى عن ميراثه ويتخلى عن خلافته لرئاسه الشركه، لانه شايف انه طول حياته مش بيتم تقديره خصوصا من ابوه، وانه دايما ما بياخدوش على محمل الجد. فبيحصل بينهم مشكله، وفي وسط كل ده فالراجل ده اصلا رئيس الشركه كبير وتعبان، فبيقع على الارض ويعني بيجيله سكته قلبيه. بيهرب الابن بعدها، ولكن بقى مين اللي بيشوف كل ده؟ هو الموظف اللي احنا هنتكلم عليه، الموظف يون هيون وو. على الاسماء دي ما انا مش هعرف اقول الاسماء دي صح برضه، بس هو عشان الراجل بقى مخلص للشركه فبيساعد الرئيس وبيطلب الاسعاف، وده يعتبر كده هو اول حدث سريع اقدر اقول في الحلقه. لحد هنا كده فانت لسه يا دوب بتبدا تعرف كده المسلسل ده هيتكلم عن ايه ورايح لفين. وعلى فكره لو انت بتتابع مسلسلات كوري
كوري كتير، فانت فكره المسلسل مش هتشوفها افضل فكره في العالم. هي ممكن تعجبك وممكن لا، ولكن لو انت زي يعني كده بحب ساعات اغير جو وافصل مود كده المسلسلات والافلام اللي باللغه الانجليزيه، فساعتها بتغير جو وتروح تتفرج على حاجه كوري، لا هتستمتع. فاول حلقه كده بتديك انطباع مبدئي كويس وبتخليك متحمس عايز تعرف ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه، خصوصا ان نهايه الحلقه انا مش هقول لكم عليها عشان اسيبكم كده لما تتفرجوا. الحدث اللي بيحصل عليها اساس لكل اللي هيتبني بعده في الحلقات الجايه. وطبعا موظفنا بيروح عشان يدور على الراجل ده ويرجعه يقول خطابه في الحفله قبل ما الوقت يتاخر، بعد بقى محاولات كتير بيقنعه فعلا ان هو يرجع معاه، وفعلا بيلقي خطاب ولكنه مفاجئ. بيقرر ان هو يعمل بشعار الشركه العدل، وكل العيله بقى اللي قاعده مصدومه طبعا بالخطاب ده لان هم ما كانوش متفقين على كده. لحد هنا فالمسلسل ماشي بخطوط دراميه مش قليله. عندك الشرطيه وهي بتحاول ان هي تلاقي دليل كده تقدر تمسك حاجه على الشركه، وعندنا الموظف اللي هيتم خيانته بيكتشف سر خطير عن الشركه، وطبعا بقى صراع باقي العيله مع بعض كلهم عايزين يوصلوا لرئاسه الشركه. فثلاث خطوط دراميه مع بعض مش وحش، ومع الوقت هنتعمق في واحده منهم. الموظف بيكتشف ورق فيه سر خطير جدا عن الشركه، في حد عامل حساب وهمي بيخرج فلوس الشركه للحساب ده. الموظف بيدي الورق للمشرف عليه، ولكن بيتفاجئ ان الراجل ده بيتخلص من الورق، ولكن الموظف ما بيسكتش، بيروح لنائب الشركه وبيحكي له كل اللي حصل، وبيحصل بقى صراع بين الراجل اللي تخلص من المستند المهم ده وبين نائب رئيس الشركه. اللي هيحصل بقى انا مش هكمل لحد كده، هسيبك انت تكمل احداث الحلقه الاولى. فانا بعد ما شفت اول كام حلقه انا حبيت المسلسل وغالبا هكمله. وطبعا بقى لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فعشان انت محترم وابن ناس انا هقول لك الخلاصه. المسلسل انت هتشوفه هتقضي وقت لذيذ وخلاص، اصلا حلقاته اللي باقيه قليله. طريقه سرد الاحداث مش وحشه، على قدر الامكان بيحاولوا ان هم يجذبوك ويدخلوك لاجواء القصه، ولكن لو شفت الحلقه الاولى فانت هتعرف ان المسلسل عنده حاجات كتير عايز يقدمها. وصح لازم بقى ما تبقاش مستعجل، لان زي ما قلت لكم الحلقات من ساعه الا ربع لساعه وتلت، فدي حاجه ترجع لك بقى لو عندك وقت فممكن تتفرج عليه. وده تقريبا هو اول مسلسل كوري اتكلم عنه السنه دي. مش عارف ليه ما ركزتش على الكوري في سنه 2022، بس لو انت شفت الفيديو السنه الجايه يعني فايوه الفيديو ده كان السنه اللي فاتت احتياطي يعني، عشان لو في حد شاف الفيديو ده السنه الجايه، لان خلاص باقي 5 ايام فكل سنه وانتم طيبين. السنه الجايه هتابع اكتر، ويمكن المسلسل ده كده فتح لي باب المتابعه لمسلسلات كوريه اكتر. فممكن تقول لي تحت في الكومنتات ايه احسن مسلسل كوري انت شفته، بس بما اني لسه ما خلصتش المسلسل فما اقدرش اديله تقييم نهائي، لكنه كبدايه فممتع، بيركز على الشخصيات وهيخليك تتعاطف معاهم، وهتشوف رحله صعود هل هتنجح او لا مش عارفين. فمسلسل ريبورن ريتش تقدر تتفرج عليه حصريا على منصه فيو، هحط لك لينك المنصه تحت في الديسكريبشن، خش اتفرج هتلاقي مسلسلات كوريه، مسلسلات تركيه، مكتبه بقى من الافلام والمسلسلات. وده كان كل الكلام اللي عندي بخصوص مسلسل ريبورن ريتش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك انزل اعمل لايك للفيديو، على راي الدك اخبط اللايك المتين، واديني رايك بقى في الكومنتات سواء كان ايجابي او سلبي. انا كده كده بحبك طالما انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي. ولو دي اول مره تشوفني فما تنساش ان انت تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده، عشان لو ما عملتش كده فالفيديوهات مش هتظهر لك، ودي حاجه حزينه وانت وضميرك بقى. بس كده انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.